السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ اهلا بكم في فيديو جديد النهارده، وصفة حلوة قوي هتعجبكم من مطبخ المتواضع. بس يا ريت لو انت اول مرة بتشوفيني تنزلي تضغطي زر الاشتراك وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد مني. وما تنسيش تحطي لي لايك وتسيبي لي كومنت تقولي لي انت بتتابعيني من اي مكان او من اي بلد. اتمنى يعجبكم الفيديو بتاعنا النهارده. البطل بتاع الفيديو بتاعنا النهارده هي الفراخ المشوية. الفراخ المشوية يا جماعة بتبقى حاجة ايه، طعمها بيبقى حلو قوي. وانا بعمل لها تتبيله بقى ما شاء الله لا قوه الا بالله، كده هتاكلي صوابعك وراها. تمام؟ يعني بعد صوابعك كده بعد ما تخلصي اكلها هتلاقيك واكله صوابعك وراها. اول حاجه عندنا دلوقتي هنعمل مع بعض ايه بقى؟ الفراخ المشويه. بصوا شايفين شكلها؟ والله مظلومه، شكلها مظلوم في الكاميرا، جميله جدا جدا شكلها، وطعمها كان احلى كمان. شايفين؟ لو انتوا عايزين تعرفوا طريقه المحاشي دي او المحشي الكرنب ده، انا كنت نزلته قبل كده في فيديو قبل كده على قناتي لو عايزين تشوفوه. وباذن الله هبقى انزل لكم طريقه للمحشي المشكل باذن الله، باذن الله مع بعض. تمام كده؟ يعني محشي الكوسه والبدنجان والحاجات دي باذن الله هبقى انزلها لكم في فيديو منفصل. اول حاجه معايا دلوقتي، انا معايا فرخه دي وزنها 2 كيلو الا ربع. تمام كده؟ بصوا بدات ان انا اقطعها طبعا، وغسلتها ونقعتها كويس جدا. معايا بقى البهارات بتاعتي عباره عن حبهان، ورق لورا، بهارات فراخ، وشويه كمون، وشويه وشويه شطه. تمام كده؟ عندي دلوقتي البصل والطماطم والجزر والفلفل والايه، وكل ده هاخد احطه معايا في الكب. ومعايا فصين توم يا جماعه. كل ده هاخد احطه معايا في الكب كده زي ما انتم شايفين. بعد كده بقى هنزل عليهم هنزل على الفرخه بالتتبيله الجميله الحلوه بتاعتنا دي زي ما احنا شايفين كده. وابتدي ان انا بقى ايه، ان انا افرك كل ده بايديا كده، هقعد افرك فيها بايديا كده لحد ما ايه، ما اخلي الفراخ كلها تشرب من التتبيله. بعد كده هاخدها احطها عندي على البوتاجاز بتاعي كده. طبعا لو انت عايز تحطها في الفرن على طول حطها في الفرن، بس انا إيه، ما عنديش فرن، يعني الفرن بتاعي مش بيشتغل من تحت. فحطها على البوتاجاز تستوي كده، وغطيت عليها وكل شويه بقلبها من الناحيه دي للناحيه دي. بعد لما استوت بقى حطيتها في الفرن وحمرتها، طلعت زي ما انتم شايفين بالجمال ده. الريحه بقى يا جماعه ما اقولكوش، طعم بقى ما شاء الله لا قوه الا بالله، حاجه حلوه قوي. على فكره انا ما قعدتش الفراخ بتاعتي في التتبيله يعني فتره. انا على طول عملتها على طول مره واحده كده على الايه، على البوتاجاز على طول، ما قعدتش يعني. إيه، كانت حلوه قوي ودايبه دوب يا جماعه ما شاء الله. الفراخ بتاعتنا دي كانت في التلاجة قبل، يعني كانت في التلاجة بقالها فترة يعني. فهي ايه بقى، يعني انا خدتها كده ايه، حطها على البوتاجاز، سويتها على نار هادية جدا 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 عشان هي كانت في التلاجة قبل كده. يعني المفروض انت تسويها على نار هادية لو هي عندك في التلاجة قبل كده او محفوظة في التلاجة، على نار هادية جدا عشان تستوي معاك وتبقى حلوة. تمام؟ إيه، بصوا بقى، يعني اتمنى كده الاكل بتاعتنا او الوصفه بتاعتنا تكون عجبتكم النهارده. لو في اي تعليقات او اي حاجه او اي تعديلات في الوصفه بتاعتي، قولوا لي على الايه، قولوا لي في الكومنتات. واتمنى كده الفيديو يكون عجبكم. ولو عجبكم الفيديو بتاعنا ما تنسوناش في اللايك والشير وتفعلوا زر الجرس يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باذن الله اشوفكم في فيديو جديد.